بيبدأ المسلسل ببنت صغيرة اسمها إليزابيث وهي في مسابقة جري، وبيكون واضح على إليزابيث إن هي أبطأ بنت بين كل المشتركين، وبسبب بطئها ده بتكون أمها متضايقة ومحروجة منها، وأخوها الصغير بيتريق عليها وعلى طريقة جريها، لكن أبوها كريس بيكون هو الوحيد اللي بيدعمها وبيشجعها حتى وهي أبطأ واحدة. وبتمر السنين وبنشوف إليزابيث بعد ما كبرت وبتكون راجعة للبيت هي وأخوها الصغير، ولما بترجع بتتصدم إن أبوها خسر شغله وبقى عاطل عن العمل، وده بعد ما الشركة اللي كان شغال فيها أعلنت عن إفلاسها. وبيكون واضح ان ام اليزابيث مش عاجبها وضع جوزها ومش هتقدر تستنى لحد ما يلاقي شغل تاني، فبتقترح على جوزها ان هو يكلم جارهم ريتشارد واللي بيكون شغال رجل اعمال ومستثمر كبير. وفي الاول كريس بيكون رافض الفكره، ولكن في النهايه بيقرر ان هو يطلب منه المساعده، وده علشان مراته وابنه بيكونوا بيعاملوه بطريقه مش كويسه لان هو خسر شغله ومفيش حد جنبه ولا بيواسيه غير اليزابيث، واللي بيكون واضح عليهم ان هم مقربين جدا من بعض. وبيجي تاني يوم وكريس بياخد اسرته وبيروحوا كلهم لبيت ريتشارد علشان يطلب منه المساعده، لكن ريتشارد بيكون قليل الذوق وبيفضل يحرج كريس قدام مراته وولاده، وبيقول ان هو عارف انهم بيمروا بازمه ماليه وانهم ممكن يقعدوا في بيته القديم لو مفيش مكان يقعدوا فيه. فبيتحرج كريس جدا وبياخد مراته واولاده وبيمشوا. وبيجي الليل واليزابيث بتروح تتكلم مع ابوها شويه، لكن بتلاقي ابوها منهار من العياط بسبب كل اللي بيحصل، وبتحاول تواسيه وتهديه لكن بيكون محروق منها فبتقرر تسيبه لوحده. وبعد مرور فتره كبيره بتقرر اليزابيث ان هي تتعلم اللغه الصينيه، وعلشان كده بتنضم لبرنامج تعليمي علشان تتعلم اللغه الصينيه، والبرنامج ده بيكون في بكين علشان يضمن ان الشخص يتعلم اللغه الصينيه على اكمل وجه. وبتسافر فعلا اليزابيث لهناك وما بتكونش مهتمه باي حاجه غير الدراسه وتعلم اللغه، على عكس كل زميلاتها اللي ما بيكونوش مهتمين غير بالحب والارتباط ومعتبرين الموضوع رحله. وبسبب كده بتكون اليزابيث وحيده وما عندهاش اي اصدقاء هناك، لحد ما في يوم بتقابل شخص كبير في السن اسمه ساني، وبيكون بيدرس معاها في نفس البرنامج رغم ان هو كبير في السن. والغريب ان ساني بيكون مهتم بالدراسه والتعليم زيها ويمكن كمان اكتر منها، وده اللي بيخلي اليزابيث تنبهر وتعجب بيه وبيتعرفوا على بعض، وبيروحوا الاتنين يتغدوا مع بعض. وبتعرف اليزابيث ان ساني ده من الهند لكنه عايش في امريكا، وان هو رجل اعمال غني ومستثمر كبير، وقرر ينضم للبرنامج عشان يتعلم اللغه الصينيه لان ده هيفيده في شغله. هو بيحكي لها عن حياته الشخصيه وبيقول لها ان ابوه توفى من سنتين بسبب خطأ طبي، والقصه دي بتكون مأثره فيه بشكل كبير، واليزابيث بتلاحظ كده وبتفضل تواسيه. وبيكونوا الاتنين مشدودين لبعض علشان في حاجات كتير مشتركه بينهم، وهما الاتنين بيقضوا وقت كبير سوا وبيدرسوا مع بعض، وعلاقتهم بتتطور يوم عن يوم لحد ما البرنامج بيخلص وكل واحد فيهم بيرجع لبلده، لكن بيكونوا على تواصل مع بعض على طول. ولما بترجع اليزابيث لبلدها بتنضم لجامعة ستانفورد، وكالعادة اليزابيث بتهتم بدراستها في الجامعة وبتتفوق فيها جدا، وكل ده علشان تحقق حلمها ويبقى عندها شركة خاصة بيها وتبقى مليارديرة. وفي يوم بتروح اليزابيث لدكتور في الجامعة وبتطلب منه يسمح لها بحضور ورشة الاختراعات في الجامعة، والورشة دي ما بيشاركش فيها غير أذكى خريجين الجامعة، وعلشان اليزابيث لسه طالبة الدكتور بيمنعها من الخروج، لكن لما بيعرف وبيتأكد ان هي طالبة عبقرية بيسمح لها بالدخول وبياخدها معاه للورشة. وهناك بتساعدهم اليزابيث في تصليح خطأ محدش من الخريجين ولا الدكتور نفسه كان قادر يلاقي له حل، وكلهم بينبهروا بيها وبذكائها. وبيقول لها الدكتور ان هي هتبقى معاهم في الورشة بشكل رسمي، وبتبدأ اليزابيث تقرب اكتر واكتر من تحقيق حلمها. وبعد مرور سنة بنشوف اليزابيث وهي بتعرض اختراع على الدكتور بتاعها، والاختراع ده عبارة عن جهاز طبي بيدي المريض الدواء عن طريق حقنة، وفي نفس الوقت الجهاز بيكون بيقيس نسبة الدواء في الدم، وبيتأكد كمان ان مفعول الدواء ده شغال. وبتوضح اليزابيث للدكتور ان الجهاز ده هيعمل طفرة في عالم الطب لان هو جهاز علاجي وتشخيصي في نفس الوقت. وبتقول له اليزابيث ان هي مش عايزة تضيع وقت وعايزة تبني شركة وتطلق الجهاز ده في الاسواق، وبتطلب منه يكون اول مستثمر في شركتها، لكن هو بيرفض. وبيقول لها ان هو معجب بمشروعها لكن مش معاه فلوس كفاية علشان يستثمر فيه، لكن هو يقدر يوصلها بدكتورة مشهورة اسمها فيل وعندها القدرة ان هي تستثمر في المشروع ده، وكل اللي عليها ان هي تروح تقابل الدكتورة دي وتقنعها بالفكرة زي ما اقنعته. فبتتحمس اليزابيث للفكرة وبتقرر تقابل الدكتورة فيل فورا، وبالفعل ما بتضيعش وقت وبتروح تقابلها، لكن فيل بتقول لها ان فكرتها دي فكرة فاشلة وهيبقى فيها اخطاء كتير، وبتنصحها فيل تبص لحياتها شوية وتعيش سنها وتسيبها من موضوع الاختراع وان هي تبني شركة والكلام ده. المشكلة هنا ان اليزابيث بتتأثر بالكلام فعلا، وبتقرر اليزابيث تسيب فكرة المشروع وتهتم بنفسها شوية، وبتجهز نفسها وبتغير شكلها وبتروح حفلة مع زمايلها، وبتشرب كتير جدا لحد ما بتفقد وعيها، واثناء ما هي سكرانة في شخص بيغتصبها في الحفلة وبيعتدي عليها،
وبتروح للشرطة وبتبلغ الشرطة، لكن الشخص ده بينكر كل حاجة وما بيكونش فيه دليل ضده، وبسبب كده بتدخل إليزابيث في حالة اكتئاب وما بتكونش عايزة تتكلم مع أي حد. وحتى لما ساني بيكلمها بتقوله ان هي صغيرة في السن وهو اكبر منها بكتير وما ينفعش يتكلموا مع بعض اصلا، وبتقطع علاقتها بيه. وبعد فترة بتقرر إليزابيث ان هي ما تستسلمش وتتخطى الازمة دي باي شكل، وبتبدأ تخطط لمشروع جديد عبارة عن جهاز طبي برضه، والجهاز ده بيكون بيعمل تحاليل كتير لعدد كبير من الامراض بنقطة دم واحدة، وكمان حجمه بيكون صغير. وبتعرض الفكرة دي على الدكتور في الجامعة وبتقول له ان الجهاز ده هيوفر وقت وجهد وفلوس كتير جدا، والناس بالمشروع بتاعها ده مش هتبقى محتاجة تروح لمعامل التحاليل لان حجم الجهاز صغير وممكن يشتروه ويبقى معاهم في البيت على طول. فالفكرة برضه بتعجب الدكتور جدا، هو بينصحها تبدأ في تنفيذ المشروع بتاعها فورا. وبالفعل بتبدأ إليزابيث في تنفيذ الفكرة وبتلاقي مبنى مناسب تبدأ في شركتها، لكن المشكلة ان المبنى ده بيكون موجود في منطقة خطيرة مليانة بالعصابات والمجرمين، لكن إصرار إليزابيث بيخليها ما تهتمش بكل ده، وبتقرر تاخد المبنى وتبدأ في تأسيس شركتها. وبتروح تتكلم مع أبوها وأمها وبتقول لهم إن هي عايزاهم يسلفوها المبلغ اللي هتبدأ بيه شركتها، ولما الشركة تكبر هترد لهم المبلغ على طول. ورغم رفضهم للفكرة في البداية علشان المبلغ كبير، لكن إصرار إليزابيث بيخليهم يوافقوا. وفي أول يوم لإليزابيث في الشركة بتتفاجئ بضرب نار في المنطقة من المجرمين اللي فيها، فبتترعب إليزابيث وبتفضل تستخبى في الشركة، وبتتصل على ساني عشان يجي ينقذها. وبالفعل ساني بيسافر لها وبيروح لها لهناك بسرعة، وبيسألها ليه كلمته هو بالتحديد، وهي أصلا آخر مرة قالت له ما يكلمهاش. فبتسكت هنا إليزابيث وما بتردش عليه، وبتقرب منه وبتحضنه وهما الاتنين بيرتبطوا في بعض في السر. وبتعدي فترة وشركتها بتكبر، وبتكون إليزابيث عينت موظفين يساعدوها في الشغل، وفي خلال فترة صغيرة بيقدروا كلهم يعملوا نموذج أولي للجهاز ده وبيسموه سيرانوس، وبيكونوا كلهم في قمة سعادتهم بالإنجاز ده، خصوصا إليزابيث واللي بتكون شايفة إن حلمها بيتحقق. لكن فرحتهم ما بتكملش كتير لأنهم بيعملوا اختبار للجهاز ده والجهاز بيفشل. فبتتضايق إليزابيث لكن بتقرر ما تستسلمش، وبتعمل تعديلات على الجهاز تاني هي وموظفينها. لكن المشكلة الجديدة اللي بتواجهها إن هي بتكون محتاجة تمويل، فبتقرر إن هي تلف على رجال الأعمال اللي مهتمين بالمجال الطبي وتحاول تقنعهم بالاستثمار في شركتها، لكن مفيش ولا رجل أعمال بيوافق يستثمر في شركة لسه بتبدأ أصلا. وبتكون إليزابيث زعلانة ومتأثرة جدا لما بتحس إن هي مش هتقدر تحقق حلمها، وبتروح تقابل آخر رجل أعمال في القائمة بتاعتها وبيكون اسمه دون. وبتكون إليزابيث حاطة كل أملها على دون ده لأن مفيش رجال أعمال تانيين تشوفهم، لكن لما بتروح لمكتب دون السكرتيرة بتاعته بتقول لها ان دون مش موجود. فبتنهار هنا إليزابيث وبتقول للسكرتيرة ان هم خسروا فرصة استثمار ب7 مليار دولار، وبتسيبها بعد كده وبتمشي. وبيجي تاني يوم وبتتفاجئ إليزابيث بان دون جاي بنفسه يزورها علشان يتكلم معاها عن العرض بتاعها. وبتروح إليزابيث تستقبله على طول وبتاخده للشركة عشان تفهمه كل حاجة وتوري له بعينه. ورغم ان الجهاز الاولي ما بيكونش لسه اشتغل، لكن بتقدر إليزابيث بذكاء عالي ان هي تقنعه، وبتطلب من دون يرتب لها اجتماع مع رجال الاعمال اصحابه علشان هم كمان يستثمروا في شركتها، وبيوافق يرتب لها ميعاد معاهم. وإليزابيث بتقرر ما تضيعش الفرصة دي من ايديها، وبتخلي موظفينها يشتغلوا على مدار ال 24 ساعة على الجهاز، وبعد شغل وتعب كتير بيقدروا يشغلوا الجهاز بنجاح، وكلهم بيكونوا طايرين من الفرحة خصوصا إليزابيث. لكن فرحتهم برضو ما بتكملش لانهم بيكتشفوا ان الجهاز بيطلع نفس النتائج مهما اختلفت الاشخاص والتحاليل، وده معناه ان الجهاز يعتبر لسه ما اشتغلش بكفاءة وفي خطأ، ولكن هم مش قادرين يكتشفوه. وتاني يوم بيكون يوم مقابلة إليزابيث مع المستثمرين أصحاب دون، وما بيكونش فيه أي حل للخطأ ده لسه. لكن المفاجأة إن لما بيجي تاني يوم وإليزابيث بتقابل المستثمرين بتقدر بطريقة مجهولة تشغل الجهاز وما بيكونش فيه أي أخطاء، وكل المستثمرين بيعجبوا بالفكرة جدا وبيوافقوا على تمويل إليزابيث. ولما بيجي الليل بتعمل إليزابيث حفلة لكل موظفينها علشان يحتفلوا بخبر تمويل الشركة، وكل الموظفين بيكونوا مش فاهمين ازاي إليزابيث قدرت تشغل الجهاز ده رغم ان محدش لقى حل للخطأ اللي موجود فيه. وبالنسبة لإليزابيث فبتكون عمالة تشرب من الفرحة وبتكون مش في وعيها من كتر الشرب، لدرجة ان هي بتطرد موظفة في شركتها بدون سبب. وبيكون ساني موجود وشايف اللي بيحصل ده، فبياخدها ساني يتكلم معاها
وبيقول لها ان هو ما كانش متوقع ان هي ممكن تعمل حاجه زي دي، لكن هي بتفاجئه وبتقول له ان هي زورت النتائج الصبح في الاجتماع علشان تخلي المستثمرين يوافقوا على تمويلها، وان هي جابت نتيجه تحاليل جاهزه لدمها وحطتها على الجهاز بتاعها، وان الجهاز لسه فعليا ما اشتغلش والخطأ لسه موجود. وبتحاول تبرر لنفسها وبتقول ان هي عملت كده علشان كانت محتاجه شويه وقت مش اكتر، وان هي هتفضل تحاول لحد ما تعرف الخطأ فين. وطبعا ساني بيكون مصدوم من اللي بيسمعه، لكن علشان هو بيحبها بيتفهم موقفها. هو بيقول لها ان هو متفاهم موقفها وواثق ان هي عملت كده غصب عنها، لكن ما ينفعش تقول الكلام ده لاي حد تاني. هو بياخدها وبيمشوا من المكان علشان يفسحها. هو بتعدي الايام وبتكون اليزابيث بتشتغل طول الوقت وبتحاول تظبط امور شركتها لحد ما بتظهر لها مشكله جديده، واللي هي ان المستثمرين عينوا مجلس اداره يشرف عليها، وان المجلس ده عنده السلطه ان هو يفصلها عن منصبها كرئيسه للشركه لو شافوا ان هي عملت حاجه غلط. والمشكله الاكبر ان بيكون في واحد من المجلس شاكك فيها، وده علشان هي لحد دلوقتي ما تعاقدتش مع شركه ادويه لتصدير المنتج بتاعها. ولما بيجي الشخص ده يكلم اليزابيث في موضوع التعاقد بتضطر تكذب عليه، وبتقوله ان هي حاليا في مفاوضات مع شركه فايزر اكبر شركه ادويه في العالم. وهو بيتصدم من الخبر ده، ولكن بيقول لها تبقى تقول له على اخر الاخبار. وبتعدي الشهور والشركه بتكبر وبتتطور يوم عن يوم، وبتجيب اليزابيث موظفين جداد وبتقسم الشركه لاقسام. وبيجي يوم اختبار الجهاز على مجموعه من مرضى السرطان، وبيكون في واحد من موظفين اليزابيث القدام اسمه ادموند. وبيكون ادموند ده عارف ان الجهاز لسه ما اشتغلش، وبيكون حاسس بالذنب تجاه مرضى السرطان علشان عارف ان الجهاز ممكن يطلع نتائج غلط ويضرهم، وعلشان كده بيروح يتكلم مع اليزابيث على انفراد وبينصحها توقف الاختبار. وتعرف الموجودين ان الجهاز لسه ما اشتغلش ونتائجه مش دقيقة قوي، لكن اليزابيث بترفض الفكرة دي وبتقول له يرجع يكمل الاختبار وملوش دعوة بأي حاجة تاني. وبعد الاختبار بتجمع اليزابيث كل الموظفين القدام اللي يعرفوا ان نتائج الجهاز مش دقيقة، وبتجبرهم كلهم يمضوا على اقرار عدم الافصاح عن اي حاجة تحصل في الشركة علشان تضمن ان محدش فيهم هيطلع السر ده بره، ولو حد اتكلم تقدر بكل بساطة تسجنه. وكمان بتجبر الموظفين ان هم يشتغلوا على نموذج جديد للجهاز رغم ان النموذج ده فيه اخطاء والمشاكل ممكن تتكرر في النموذج الجديد، لكن هي بتكون مصممة جدا. وبالفعل كل الموظفين بيشتغلوا على النموذج ده وبيقدروا يخلصوه في فترة صغيرة، لكن النموذج ده ما بيشتغلش برضه ونتائجه بتكون غير دقيقة زي اللي قبله. وبتستغل اليزابيث ان النموذج ده ما اشتغلش، وبتطرد الموظف ادموند من الشركة بحجة ان هو كان شغال على النموذج ومشرف عليه، والنموذج ما اشتغلش بسبب اهماله. وكل الموجودين بيكونوا مصدومين من تغير اليزابيث، حتى اليزابيث نفسها ما بتكونش مصدقة ازاي عملت كده، لان ادموند ده من اول الناس اللي كانت معاها في الشركة، وبسبب كده في موظفين كتير ما بيكونوش عايزين يكملوا شغل مع اليزابيث وبيقدموا كلهم استقالتهم. وبتبدأ اخبار الجهاز اللي نتائجه غير دقيقة تتسرب في كل مكان، والشركة كلها بتعرف كده لحد ما الخبر بيوصل لدون، فبيروح لها الشركة وبيزعق لها وبيقول ان كل اللي هي بتعمله ده كذب في كذب ووهم، وان هو هيعمل اجتماع مع المستثمرين تاني يوم وهيطردها من منصبها في الشركة وبيسيبها وبيمشي. واول ما بيمشي بتنهار اليزابيث تماما وبتكون فاقدة الامل وبتفضل تفكر هتعمل ايه في المصيبة دي. ولما بيجي تاني يوم بتروح اليزابيث لاجتماع المستثمرين وبتقرر ان هي تمثل عليهم، وبتنهار قدامهم من العياط وبتقول لهم ان هي بتشتغل باقصى جهد عندها، لكن الاخطاء اللي حصلت دي بسبب ان هي متسرعة شوية. وبتطمنهم ان هي لقت مستثمر جديد وهيستثمر في الشركة مبلغ كبير جدا في مقابل ان هي ما تتعاقدش مع شركات ادوية وتبيع منتجاتها بنفسها، وان هي تفضل مديرة الشركة. وطبعا المستثمرين بيغيروا رأيهم في طرد اليزابيث، وكمان بيوافقوا على فكرة عدم التعاقد مع شركات ادوية، وكل ده بسبب المبلغ الكبير اللي المستثمر هيدفعه. وبكده تكون قدرت اليزابيث تحل المشكلة. وبيجي الليل وبتروح اليزابيث لساني وبتطلب منه يبقى هو المستثمر الجديد في شركتها، ورغم ان ساني ما كانش عايز يعمل كده لكن علشان هو بيحبها بيوافق وبيعمل ان هو المستثمر الجديد. وفي خلال شهور قليلة اليزابيث وساني بيكونوا طوروا الشركة جدا، وبتكون اليزابيث في مفاوضات علشان تبيع اجهزتها لمراكز الصحة والصيدليات اللي في البلد، وعلشان ده يتم بتكون محتاجة تتعاقد مع أكبر شركة مسؤولة عن مراكز الصحة والصيدليات في أمريكا. ورئيس الشركة دي بيوافق على عرض اليزابيث وبيوافق يتعاقد معاها، لكن قبل ما يمضي معاها العقود بيبعت دكتور مختص يقيم مختبر اليزابيث ويتأكد من صلاحية الجهاز. وفي يوم بتتفاجئ اليزابيث ان الدكتور المختص ده جاي لشركتها علشان يعمل التقرير عن الجهاز،
وطبعا اليزابيث ما كانتش عامله حساب كده، وعلشان كده بتفضل تماطل في الدكتور ده على قد ما تقدر. وساني بيفضل يدور ورا الدكتور ده علشان يعرف اي حاجه تخليه ما يدخلش للمختبر، وبالفعل بيقدر يعرف ان الدكتور ده كان شغال في شركه طبيه منافسه. ولما اليزابيث بتعرف كده بتتكلم مع رئيس الشركه وبتقول له ان هي ما ينفعش تدخل الدكتور ده للمختبر بتاعها وتعرفه كل اسرارها، وده لان هي عندها معلومه بتقول ان الدكتور ده لسه على تواصل مع شركته القديمه، وده خطر جدا على شركتها. لكن رئيس الشركه بيبلغ اليزابيث ان هو مش هيتعاقد معاها غير لما الدكتور ده يعمل التقرير، فبتضطر اليزابيث ان هي توافق تدخله، لكن بتتفق معاه ان الدكتور ده يجي في ميعاد تاني. وفي نفس الوقت ده بنشوف موظف اسمه ايان، واللي بيكون من اول الموظفين اللي اسسوا الشركه مع اليزابيث، وبرضه هو اخر موظف قديم شغال في الشركه لان كل الموظفين القدام استقالوا. وبنشوف ايان هو بيتجادل مع ساني علشان ساني طرد موظفه في الشركه لسبب تافه، لكن ساني بيعرفه حدوده وبيلمح له ان هو مجرد موظف في الشركه وممكن يطرد عادي هو كمان. فبيتضايق ايان وبيضطر يسكت وما بيردش عليه. وقبل ما يمشي من مكتب ساني بيشوف ملف سري اسمه بيتا، فبيقرر ايان يدور ورا الملف ده ويعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. وبالفعل بيقدر يوصل لكل المعلومات اللي في الملف عن طريق موظفه صديقته. هو بيعرف من الملف ده ان اليزابيث ناويه تطلق جهازها في مراكز الصحه والصيدليات بشكل رسمي، وان هي على وشك التعاقد مع شركه لاطلاق الجهاز ده كمان. وطبعا هو بينصدم لما بيعرف ان في مرضى واطباء وصيادله هيعتمدوا على الجهاز ده بشكل اساسي، رغم ان الجهاز بيطلع نتائج غير دقيقه، والموضوع ده ممكن يسبب كوارث. وبيحاول ايان يتكلم مع حد من الاداره في الموضوع ده علشان يوقف اللي بيحصل، لكن الشخص اللي ايان بيكلمه بيكون عارف بالموضوع ده وكمان بيبقى موافق على اليزابيث بتعمله. والشخص ده بيروح يقول لاليزابيث كل حاجه عن ايان، وساعتها بتحس اليزابيث ان ايان بقى خطر على شركتها، وعلشان كده بتروح تواجهه بالموضوع ده وبتقول له ان هي ما كانتش متوقعه ان ممكن يعمل كده. فبيقول لها ان هي ما بقتش مهتمه غير بالشركه والفلوس والاستثمار، وما بقتش مهتمه بالناس سواء يموتوا او يتعرضوا للخطر بسبب جشعها وانانيتها. فبتقول له اليزابيث ان هي عارفه كويس هي بتعمل ايه، وعلشان كده هتطرده من الشركه. فبيتصدم ايان ان هي طردته، وهو كان مقرب منها جدا وكان بيعتبرها في مقام بنته بالظبط. فبيمشي ايان وهو متاثر وحزين. ولما بيجي تاني يوم الموظفين بيعرفوا ان اليزابيث طردت ايان بيقرروا يستقيلوا. وطبعا استقاله كل الموظفين فجاه ممكن يهد كل اللي اليزابيث بتبنيه، وعلشان كده بيقرر ساني ان هو يتدخل، وبيتصل بايان بنفسه وبيعتذر له على كل اللي حصل منه ومن اليزابيث، وبيطلب منه يرجع يشتغل في الشركه تاني وهو هيعمل له كل اللي هو عاوزه. وعلشان ايان شخص طيب ومحترم وبيحب اليزابيث رغم اللي هي عملته بيرجع تاني. وفي نفس الوقت ده بتكون اليزابيث قاعده مع رئيس الشركه اللي المفروض تتعاقد معاها لاطلاق الجهاز بتاعها، وهو لسه رافض يمضي معاها اي عقود لحد ما الدكتور المختص يعمل التقرير بتاعه عن المختبر. واليوم ده بيكون اليوم اللي اليزابيث حددته معاهم علشان الدكتور يشوف المختبر والجهاز، لكن اليزابيث بتكون مجهزه خطه جهنميه علشان تمضي معاهم العقود من غير ما يشوفوا المختبر. والخطه دي عباره عن انها توهمهم ان هي هتمضي العقود مع اكبر شركه منافسه ليهم، فبتعتذر لهم ان هي مش هتتعاقد معاهم خلاص لان هي خلاص بتخلص الاوراق والعقود مع الشركه المنافسه بتاعتهم. وطبعا رئيس الشركه دي بيحس ان الفرصه كده بتضيع من ايده، والفرصه بتروح للشركه المنافسه ليهم، وعلشان كده بيقرر يمضي مع اليزابيث العقود من غير حتى ما يبص على المختبر. وبتنفذ اليزابيث اللي في دماغها بذكاء، وبتتعاقد مع الشركه دي لاطلاق جهازها من غير حتى الشركه دي ما يعاينوا الجهاز. وبتمر سنين واليزابيث لسه ما اطلقتش الجهاز بتاعها في السوق بحجه ان هي لسه شغاله عليه وبتطوره، لكن الشركه اللي هي تعاقدت معاها بيكونوا عمالين يلحوا عليها علشان تخلص كل حاجه بسرعه، لان هم بيكونوا انشأوا مراكز صحه وصيدليات كتير مخصوص لاطلاق الجهاز ده، وكمان بيكونوا عملوا اعلانات ودعايه في البلد، وكل الناس بيكونوا مستنيين اطلاق الجهاز ده. وبتحاول اليزابيث تماطلهم على قد ما تقدر، لكن هم بيكونوا خلاص زهقوا. وعلشان كده رئيس الشركه بيقول لها ان قدامها 6 شهور بس وتكون خلصت الجهاز خالص، ولو المدة دي خلصت وهي لسه ما خلصتش الجهاز هيلغوا التعاقد معاها، وكمان هيحملوها كل التكاليف اللي صرفوها واللي هي 140 مليون دولار. وطبعا الكلام ده بيكون مصيبة بالنسبة لها، وبتحاول اليزابيث وشركتها يحلوا الموضوع لكن برضه من غير فايدة، لحد ما بيحطوا خطة ان هم يسرقوا جهاز تحاليل بتاع شركة تانية. هو بيغيروا تصاميم الجهاز ده وبيستخدموه كأنه جهازهم، ولكن من غير ما حد يعرف. لكن في مشكلة جديدة بتظهر هنا، واللي هي ان رجل الاعمال ريتشارد بيرفع قضية على اليزابيث وبيتهمها ان هي سرقت براءة اختراع الجهاز من شركته، وده علشان ريتشارد مش بيطيق اليزابيث لان هو كان عاوز يبقى مستثمر في شركتها وهي رفضت، فقرر ان هو ينتقم منها.
والمحكمة بتستدعي إيان علشان يشهد في المحكمة، لأن إيان من أول اللي بدأوا تأسيس الشركة مع إليزابيث، فبالتالي هو أكيد هيكون عارف إذا كانت إليزابيث سارقة براءة الاختراع ولا لأ. وأول ما إليزابيث بتعرف إن المحكمة استدعت إيان بتبعت إيان لمكتب محامية كبيرة علشان يلاقوا حل للموضوع ده، والمحامية بتنصح إيان إن هو يمضي على ورقة بتثبت إن هو مدمن كحوليات علشان ما ياخدوش بشهادته، وبتحذره ان هو لو فكر يشهد ضد إليزابيث هيكون بيخالف اقرار عدم الافصاح، واللي إليزابيث خلته يمضيه وهيرفعوا عليه ساعتها قضية. فبيمشي إيان من المكتب وهو مش عارف يعمل ايه، وبيكون حيران من ان هو يمضي ويثبت ان هو مدمن كحوليات ولا يشهد مع إليزابيث ويثبت ان الجهاز ده ملكها هي، وبكده إليزابيث هتطلق الجهاز ده في الاسواق وهتضر الناس كتير، ولا يشهد ضدها وساعتها هيترفع عليه قضية ويتحبس. وكمان بيكون بيفكر ان هو يستقيل من الشركة ويريح دماغه، ولكن للأسف بيكون محتاج التأمين الطبي اللي الشركة بتقدمه له، لأن هو للأسف مريض بالسرطان، وبيتعب أيام من كتر التفكير والحيرة وما بيكونش قادر يوصل لحل، فبيقرر ينتحر ويخلص نفسه من العذاب ده. وخبر انتحاره ده بيوصل لإليزابيث وساني، وساني بيكون فاكر ان إليزابيث هتزعل عليه لأن إيان كان مقرب منها، لكن على العكس تماما بتكون إليزابيث فرحانة علشان كده مش هيشهد ضدها في المحكمة. وطبعا ساني بيتصدم لما بيشوف تغير إليزابيث وأنانيتها بشكل ما كانش يتوقعه، لكن ما بيكونش في حاجة في إيده يعملها، وعلشان بيحبها ما بيقدرش يبعد عنها. وبتمر الشهور وبنشوف إليزابيث وهي بتحتفل مع ساني والموظفين بإطلاق الجهاز في الأسواق، وبتكون إليزابيث طايرة من الفرحة فعلا وشايفة نفسها بتحقق حلمها بشكل رسمي. لكن في نفس الوقت ده بيكون ريتشارد متضايق من إليزابيث جدا، خصوصا ان هو خسر القضية ضدها، وبيكون بيدور على اي طريقة يدمر بيها إليزابيث، وبيحاول يلاقي اي خطأ يستغله ضدها، وبيقدر يوصل للدكتورة المشهورة اللي اسمها فيل، واللي إليزابيث عرضت عليها اول فكرة ليها وهي في الجامعة. وساعتها الدكتورة دي احبطت إليزابيث وقالت على فكرتها ان هي فكرة فاشلة، فبيروح ريتشارد يتكلم مع فيل وبيسألها عن رأيها في إليزابيث، فبتقول له فيل ان إليزابيث دي بنت فاشلة وبتكذب على الناس، وبتكون متأكدة ان البنت دي ملهاش في العلم وما تقدرش تخترع الجهاز ده. وطبعا ريتشارد بيفرح جدا بكلامها ده، فبيتعاونوا هما الاتنين مع بعض علشان يمسكوا اي دليل على إليزابيث ويفضحوها بيه، وبيروحوا الاتنين يتكلموا مع مرات الموظف إيان اللي انتحر، واللي بيتضح ان هو حكى كل حاجة لمراته قبل ما ينتحر، وهما الاتنين بيكتشفوا كل عمليات النصب والتزوير اللي إليزابيث عملتها، لكن ما بيكونش فيه اي دليل مادي على الكلام ده، وبتكون شهادة مرات موظف متوفي مش اكتر. ولكن من اللحظة دي مرات إيان بتتعاون معاهم علشان يدمروا إليزابيث، وبيقدر ريتشارد يوصل لدكتور في شركة إليزابيث، وبيكون الدكتور ده حاسس بتأنيب الضمير، وبيروح ريتشارد يقابله وبيقول له الدكتور ده ان ضميره المهني ما يسمحلوش يأذي الناس، لكن برضه هو ما يقدرش يقول اي حاجة عن الشركة والا الشركة هترفع عليه قضية وهتسجنه الشركة بمنتهى السهولة. هو بيحاول ريتشارد ينشر كل الكلام ده في اي جريدة، لكن كله بيرفض يعرض اخبار بدون ادلة، وعشان كده بيحاول ريتشارد ينشر الاشعاع بين الناس ويقلب الرأي العام على إليزابيث. وبالفعل الكلام بينتشر في كل مكان، والناس بتبدأ تثور على إليزابيث وبتشكك فيها وفي نزاهتها، لكن كالعادة بتستخدم إليزابيث ذكائها وبتحل المشكلة عن طريق ان هي بتقول للرأي العام ان كل اللي اتنشر ده اكاذيب واشاعات، وغرض الاشاعات دي ان هي توقعها هي وشركتها، لان المجتمع بيرفض ان هو يشوف انثى ناجحة، واي حد بيقف ضدها او ضد نجاحها فهو ببساطة شخص عنصري وضد نجاح اي ست. وطبعا بالكلام ده بتاخد كل الستات في صفها، والرجاله اللي واقفين ضدها بيغيروا رايهم وبيأيدوها منعا للمشاكل. لكن في موظفه اسمها إريكا بيكون عندها ضمير شويه ومش قادره تكمل اذيه في المرضى المعتمدين على الجهاز ده، وعلشان كده بتبعت إريكا رساله لجهه حكوميه مسؤوله عن مراقبه المعامل، وبتعرفهم في الرساله دي بكميه الفساد اللي بيحصل في معمل إليزابيث، وبتطلب منهم يحققوا فورا في الموضوع. وبالفعل بتستجيب الجهه الحكوميه دي على طول، وبيبعتوا دكتور مختص يروح للمعمل ويكتب تقرير عنه. وطبعا لما الدكتور بيوصل للشركة بيطلب ان هو يشوف المعمل، ومحدش بيقدر يمنعه علشان هو جهة حكومية. ولما الدكتور بيشوف المعمل والأجهزة اللي فيه بيلاقي خطر جدا على المرضى وما ينفعش حد يعتمد عليه، وبيطلع الدكتور أمر بوقف المعمل ده لمدة 2 بسبب خطورته على المرضى. وإليزابيث وساني بيكونوا شايفين اللي بيحصل ده ومفيش حاجة في ايديهم يعملوها. وبالنسبة لخبر وقف المعمل ده فبينتشر في كل مكان زي النار في الهشيم، وكمان الإشاعات اللي كانت طلعت بترجع تاني، والهجوم بيزيد على
اليزابيث وشركتها. وبالنسبة لإليزابيث وساني بيقرروا انهم ينفصلوا، لكن لما بيجي تاني يوم بيكتشف ساني ان إليزابيث بلغت كل الموظفين ان ساني انسحب من الشركة وما بقاش موجود معاهم. فبيروح ساني يواجه إليزابيث وهو متعصب، وبيقول لها ان هو ما كانش متوقع ان هي ممكن تعمل كده فيه، خصوصا بعد كل التضحيات اللي قدمها علشانها، وان هي بقت جشعة وطماعة والفلوس عمت عينيها، وكل الناس اللي حواليها دول موجودين علشان فلوسها بس، ووقت ما تقع مش هتلاقي حد جنبها. فبتتأثر إليزابيث وبتتضايق من كلامه وبتسيبه وبتمشي. ومع الوقت بيزيد الهجوم على إليزابيث، فبتقرر ان هي تعمل حركة من حركاتها وبتطلع في لقاء تلفزيوني تستعطف فيه الناس. لكن الخطة دي ما بتظبطش معاها، لان المذيعة اللي استضافتها بتفضل تطرح عليها اسئلة مفاجئة ومباغتة، لدرجة ان إليزابيث بتكون متوترة ومش عارفة ترد عليها طول اللقاء، وكمان بتقع بلسانها في كام حاجة. وساعتها العالم كله بيعرف قد ايه هي شخصية محتالة ومخادعة. وبعدها بيتم اتهام إليزابيث رسميا ب3 جرائم نصب واحتيال، وده لان في خلال 3 سنين بس الاجهزة والمعامل بتاعتها عملت ملايين التحاليل، وكل نتائج التحاليل دي طبعا غلط، وطبعا ده عرض حياة الملايين للخطر وتسبب في موت عدد كبير جدا من المرضى. ولحد النهارده بيتم التحقيق في قضية إليزابيث، وممكن يتحكم عليها بعقوبة بتوصل ل20 سنة سجن. وبيخلص المسلسل.